اولا كنهني وليد الركراكي على اصبحنا نتكلم الان على منتخب في الوقت اللي كان منتخب اشكالي، يعني كانت مشاكل وكذا لا داعي للرجوع اليها. الان نتكلم عن منتخب، والملاحظ عند المغاربه كلهم الى ما كانتش نسبه كبيره فيهم اللي الان سقف الطموحات ديالنا كاملين بدا كيطلع. بدينا آمنا بوجود منتخب، اطمأنينا الى الطاقم التقني وعلى راسه وليد الركراكي، ثم بدينا كنقصوا من الهاله اللي كانت مضروبه على المنتخبات اللي غادي نواجهوها. مثلا نسمع المغرب الان هو منتخب في الوقت اللي كرواتيا عباره على اسماء لاعبين كبار في نوادي كبيره، ولكن المنتخب ما غاديش نعاودوا نتلاقاو مع ديال 2004 ديال 2018. كذلك بالنسبه لبلجيكا اللي هو مارتينيز لحد الان ما وصلش ل 100% ديال المنتخب قادر على انه يقارع للحصول على جوائز عالميه من طينه كاس اوروبا او كاس العالم، لدرجه ان المحللين الان وقع الاجماع ديالهم على 4 أو 3 منتخبات اللي غادا تصارع، اللهم الا اذا كانت بعض المفاجات. عوده للمباراه ديال البارح، عندي تزكيه لما سبق وذكرته في انه ملامح المنتخب ماشي بدات كتبان، بالعكس اصبحت بارزه وظاهره. اندماج ديال زياش كان مهم بالنسبه للمنتخب المغربي، لان هذاك السيد دائما كان كويري من العيار ثقيل رقيقي كيف كنقولوا، كان عنده اشكال لسبب او لاخر في الاندماج داخل التركيبه التكتيكيه وديال المردوديه على مستوى المنتخب. اظن ان الركراكي بالخاصيه ديال الحتيت وديال القرب الكبير من اللاعبين راه قدر يفك هاد الرمز ديال الكود سكري اللي كان عند زياش. الاصابه اللي سجل البارح يعني دوات عليها الفيفا باللغه دارجه، وصفاتها زوين بزاف، يعني اللاعبين كلهم كانوا مزيانين. اثار انتباهي حدث سبحان الله، حدث اعاد نفسه، وهو كان خلق مشكل سنوات هذه بالنسبه الحمد لله ودفع به الى الخروج من المنتخب، وهو نفس الحدث كان البارح، هو انه اندماج وبين على اريحيه وبين على انه الامر يتعلق بمنتخب ولا يتعلق باسماء، وهي كيفاش تعامل مع ضربه الجزاء اللي كانت اشكال منذ سنوات اصبحت هي الباب الذي دخل منه وحقق اندماجه النفسي. فتحيه لكل العناصر. اما اخذ الوحيد اللي عندي على المباراه ديال البارح هو ان قد يلاحظوا ان الركراكي دار له بلوك او وطلع وبين لنا على انه عندنا منتخب قادر يخرج الكواري ويمشي بهم ويقدر يراهن على الاصابه اللي تقدر عنصر مفاجاه او تكسير ديال نفسيه الخصم، وكذلك يلعب البلوك با في الوقت اللي نحاولوا نكونسيرفيو لا بال ونقدروا نحافظوا على نتيجه معينه حققناها. هاد لي دو هما فين كيدور الركراكي حسب ما اعتقد، حتى لا اكون خاطئا. عندما كان يشتغل في النوادي اللي يشتغل فيها لا الفتح ولا الوداد ولا حتى الدحيل في قطر، كان يستعمل لي دو نوسيون تاكتيك. البارح بينهم خدم بهم. واش حيت المباراه البارح ديكلارا على انه لي دو نوسيون هما اللي غيكونوا لي نوسيون دو باز تاكتيك فلسفته في باش يجيري لي ماتش اللي جايين اوفيسيال، ولا اضطر على انه يجربهم؟ واش العيب كان في ان الماتش ما كانش خصو يتنقل من الاساس يدخل في اسرار ديال التحضير؟ هذه مجموعه من التساؤلات غادي تجاوبنا عليها المباراه الاولى ضد كرواتيا. انما الان اصر على انه مع باقي المغاربه ما علينا الا نتفائلوا على هذا المنتخب. ما بقاش عندنا منتخب ما غادي يخسر والو، لا حشومه يخسر انه ما يدوش للدوزيام تور يعني انه ديك النظره ديال الاحساس بالنقص اللي كان عند الافارقه فحيدوا المغرب في 86 ومن 86 الان راه ما يقارب واحد قربات 40 سنه او هذا. الان نحن نقارع الكبار بلاعبين كبار وبتركيبه قادرين مدربين انهم يدمجوها ويصوبوا الناس كون ابيل لا فورماسيون ماشي لي ستاخ. لي دو زيكيب لي دو سيليكسيون اللي غادي نلعبوا ضدهم ألح واصر واعيد على انهم فيهم لاعبين كبار، ولكن لا داعي للتخوف لان ما عندهمش منتخب كبير.